وجودها أي دولة داخل أوبك واستقطابها داخل طيب أوبك في الحالة بالقوة، هذه فهناك مصالح نعم، وهناك أيضا إرادة وسيادة. أنت زرت نعم. إسرائيل وتحدثت في برلمان إسرائيل. نعم. الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل في المنطقة حاليا، هل فعلا تقنعك أن التطبيع قريب جدا بين كل من يسكن هذه المنطقة؟ أنا قلت لهم في الكنيسة لا، لن يحدث هذا، لأنه لا يوجد حقوق فلسطينية. السعودية تشترط وجود دولة فلسطينية، حل الدولتين في المبادرة العربية وتطبيقها. لكن في الفترة الأخيرة الآن المخيلة أصبحت مختلفة. الآن الخطر أصبح من إيران. إسرائيل هي التي تكافح النفوذ الإيراني في المنطقة وليست الدول الخليجية. إسرائيل هي التي تهاجم إيران وتدمر البرنامج النووي والبالستي الذي يضر الخليج. إسرائيل هي التي طهرت سوريا من الوجود الإيراني، وأصبح هناك نظام قريب من السعودية ومن الدول الخليجية، وغيرت هذا النظام بقوتها. إسرائيل هي التي تحارب حزب الله عدو الخليج والذي يعمل مؤامرات عليه في لبنان. فبالتالي كأنها